البطاطا المكرمله ادمان، انا بجد عيالي بيعشقوها. انا عايزه اقول لكم بصور لكم الفيديو والبطاطا عماله تتخطف مني خطف. احلى بطاطا مكرمله غرقانه في العسل بتاعها، وبجد تحفه. قبل ما تقدميها لاي حد هتلاقي عيالك خطفوها منك. زي ما انتوا شايفين كده عيالي عمالين يخطفوا البطاطا ومش عارفه اصور الفيديو. يعني نصها اتاكلت قبل ما اصور الفيديو. بس بجد تحفه التحفه، وكل اللي هياكلها من ايديكي هيقولك تسلم ايدك. انسي اي طريقه بطاطا شفتيها قبل كده، بجد تحفه. اول حاجه جبت البطاطا وغسلتها كويس، وانا من الناس اللي بغسلها بالليفه عشان اضمن ان اي طينه فيها نزلت. وعندي هنا فنجان قهوه في ميه. شايفين الفنجان ده؟ بس هو اللي هنحطه، اوعي تكتري الميه هيبقى صايص ومش مظبوط معاكي. وعندي هنا كوبايه صغيره من السكر، يعني فنجان ميه على فنجانين سكر. لو انت هتعايري بالفنجان بتاع القهوه، انا حطيت فنجانين سكر وحطيت فنجان ميه، وهتدوبي السكر بالشكل ده، وهتجيبي الورق الألمونيا وتغطي الصينية كويس جدا. ممكن تعمليها في حلة على البوتاجاز، ممكن تعمليها في صينية على البوتاجاز، سهلة وبسيطة مش بتحتاج وقت ولا مجهود. أهم حاجة تغطيها كويس وتكمريها في البخار بتاعها. تعالوا نشوف. دخلت الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 200. طبعا وانا بشيلها بقلبها كده في الكراميل. شايفين الكراميل الأحمر؟ لازم تقلبيها كده قبل اما تحطيها. وهاتي الوش اللي كان في الصينيه من تحت غرقان في الكراميل، حطيه من فوق الوش كده عشان يبقى بيلمع. زي ما انتوا شايفين ريحتها كانت تحفه. والعصافير بتاعتي واقفه اللي هو ايه، يلا بقى يا ست انتي خلصي عايزين ناكل. دي ادمان لاي طفل. عن بقى الحاجات اللي بياكلوها الشوكولاتات والحاجات المضره دي، لا دي سهله وبسيطه وفي نفس الوقت هيحبوها. شبيهة الكريم كراميل كده، بس دي بقى بطاطا. بصوا انا ما قدرتش استحمل، احنا هنا بنعشقها بالكراميل. انا اي حاجه فيها كراميل كده يعني بيبقى ليها معزه خاصه عندي انا وولادي. زي ما انتم شايفين هترصيها كده في الطبق زي ما قلت لك، بتقلبيها في الصوص الاول، والجزء اللي كان غرقان في الصينيه بتحطيه فوق الوش كده، وبتقطعيها بقى بالشكل ده ترانشات عشان تقطعيها وتحطيها في الاطباق، وتحطي عليها الصوص من فوق الوش لاي ضيف هيجيلك. طبعا انا بصوا الكتاكيت بتاعتي هيموتوا. بصوا سفيان بقى جري على درج المطبخ، انا عايزه اجيب شوكه. انا هنا بدلدق بقى صوص الكراميل. بصوا انا مش عارفه افضي البطاطا، يعني انا فضيتها في الطبق وقطعتها وهي بتتاكل. يعني المفروض ان انا صاحبتي جايه وعيالها وعامله لهم البطاطا المكرمله دول عشان بيحبوها، فانا عيالي مش هيسيبوها اصلا فخلصوا نصها. الف انا على قلوبهم يا رب. اعمل تاني. بجد احلى بطاطا تعمليها، وسهله وبسيطه. والعسل بتاعها لما بينزل على السكر والكراميل بيخلي طعم الصوص ده في حته تانية خالص. العسل بتاع البطاطا بيسكرها اكتر ما هي مسكره. جربوها مش هتندموا.